بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة حصة رقم 2 وهي حصة النسب. طبعا احنا اتفقنا ازاي نحل خطوات النسب وكنت شرحها في الفيديو الأولاني اللي هو ملخص، زائد إن أنا أصلا شرحتها لكم في الحصة المفروض إنكم كلكم متدربين عليها، فمش هنطول قوي في الكلام فيها يعني، وهتبقى معتمد اعتماد كلي على إنك حليت الكلام ده قبل كده. بيقول لي إذا كان معدل مرور الإلكترونات، كلمة معدل يا شباب في المنهج كله معناها حاجة على زمن، حاجة أيا كان بقى الحاجة دي على زمن. يعني معدل مرور الإلكترونات في الثانية من سلك إكس إلكترون لكل ثانية، يبقى دي معناها إن على التي بتاع السلك إكس، وده إن على التي بتاع السلك إيه بتاع السلك واي. وعاوز النسبة من اي واحدة لاي اتنين. احنا اتفقنا ان خطوات حل النسب اول حاجة تشوف قانون. انا هكتب رصاص شوية عشان حاسس ان هو لطيف. اول حاجة اكتب القانون. ايه القانون بتاعنا؟ القانون بيقول لك ان الاي بيساوي ان اي على التي. بعد كده اشطب على الثوابت. ايه الثوابت اللي عندنا؟ الثوابت اللي هي الاي ثابتة. بعد كده اكتب قانون النسب. قانون النسب بيقول لك ان الاي اكس على اي واي بيساوي ان تي ان على التي بتاع الاكس على ان على التي بتاع الايه بتاع الواي. بس كده خلاص خلصنا، يطلع نص. السؤال اللي وراه في الشكلين المقابلين جسمان اكس وواي. بص على الرسمة، ادي واي وادي اكس، يحملان شحنتان قدرهما كيو 2 كيو. ده كيو وده 2 كيو على الترتيب يدوران في مسار دائريين، فإن النسبة بين شدة التيار الناتجين عن دوران الجسمين أي إكس على أي واي إذا كان يدوران بنفس التردد، يعني الإف ثابت. والله إحنا متفقين إن الأي بيساوي إف كيو. إشمعنى خدت القانون ده؟ لأن القانون ده اللي فيه المعطيات، وإحنا معانا إن الإف ثابتة. إف ثابتة، يبقى أقول والله أي إكس على أي واي بيساوي كيو إكس على كيو واي. كيو اكس بكام؟ بواحد، كيو واي باتنين، يعني النسبة واحد على اتنين. إذا كان يدوران بنفس السرعة الخطية يبقى مسألة جديدة. ماشي، مسألة إيه؟ جديدة. اللي هو المفروض السرعة الخطية دي أصدقائي رمزها في، وبعد كده في حاجة اسمها سرعة زاوية هتاخدوها اسمها دبليو، أو يعني أوميجا. ماشي، عشان الناس اسمها أوميجا. فالمفروض إن أنا عاوز قانون فيه أي وفي ونصف قطر، أو مش نصف قطر، أي وفي عامة يعني. فهو مفيش غير قانون واحد، أي بيساوي كيو في على 2 باي ار. ماشي، هنشيل الثوابت زي ما احنا متعلمين، اللي هو الطوبة ثابتة والفي ثابتة. يبقى اكتب قانون النسب اللي هي الخطوة اللي وراها، اي اكس على اي واي بيساوي كيو اكس على كيو واي في ار واي على ار اكس. هنعوض طبعا كيو اكس بكام في المسألة؟ كيو اكس بواحد. ماشي، كيو اكس بكام؟ بواحد على كيو واي باتنين في ار واي. ار واي بواحد على ار اكس باتنين، يطلع معايا ربع. ماشي، تمام تمام جدا. طبعا السؤال اللي وراه احنا قلنا التيار في التوالي ثابت، لسه ما اتعلمناش قوي دلوقتي ولكن هناخدها في الدرس التاني بالتفصيل. بيقول لك النسبة بين التيار عند النقطة اكس إلى التيار المر عند النقطة واي. طبعا جهد نقطة وده جهد نقطة ما بينفعش استخدمه في الحسابات. لو عاوز احسب التيار هقول والله ان الاي بيساوي فرق الجهد عن المقاومة. فرق الجهد اللي هو ب10 عن المقاومة ب2، يطلع الاي ب5. بس انا مش عايز احسب الاي ويقول لك الاي هنا ايه علاقته بالاي اللي هنا. لا، هما توالي، يعني الاي ثابت، الاي ايه ثابت، يعني نسبة 1:1. المفروض انا شرحتها لكم جت منين يعني. 4. بيقول لك اذا كان الشغل مبذول لنقل كذا الكترون يبقى ده ان ايه بتاع الموصل A يساوي 10 جول، يبقى ده دبليو ايه. انا هغير اللون بس عشان ما اتلخبطش من سؤالين. والشغل مبذول لنقل كذا الكترون بتاع بي، يبقى ده ان بي. هو كذا جول، يبقى ده دبليو بي. فانا عايز فرق الجهد. طيب عاوز قانون في فرق الجهد وعدد ودبليو. مفيش غير دي بيساوي دبليو على كيو اللي هي ان اي. ونشيل الاي ونكتب قانون النسب بتاعنا، في اي على في بي بيساوي دبليو اي على دبليو بي في ان بي على ان اي. طيب السؤال 5 بيقول لك الجدول التالي يمثل
سرعة الإلكترون في المدار، مدار M ومدار L، عارفين مستويات الطاقة اللي هو الذرة، وده K L M N O P Q، انتوا عارفينها. فهو مديني السرعة في المستويين دول، ومديني نصف القطر اللي هي R، وعاوز التيار، وطبعا إلكترون واحد يعني N بواحد، فالمفروض إن الأي هنا بيساوي كيو في على 2 باي ار، مفيش قدامي قانون غيره طبعا لأن مديني سرعة نصف قطر، واحنا طبعا عارفين كلنا إن الكيو ثابتة والتو باي ثابتة. الكيو ثابتة لأن دي إن إيه، والإن بواحد والإي بواحد، يبقى أقول والله أدي أي إم على أي إل بيساوي في إم على في إل في ار ال على ار ام. الفكره ان الناس بتوصل لحد كده وتعوض وتقول لك خلاص بقى الناتج هيطلع. لا يا حبيبي، استخدام الاله حاسبه دي مهاره مهمه لازم تتدرب عليها. يعني انتوا طلعوا الناتج، الناتج هيطلع معانا بالتقريب 29 من 100 من الرقم ده تقريبا بالآلة 9.21 تبقى 3/10. 3/10 معناها 3/10. ماشي تمام. السؤال 6 بيقول لك أنا عايز الأي عند المقطع A والأي عند المقطع B. اتفقنا إن الفرق بين مقطع A والمقطع B هو في المقاومة، يعني هنا مساحة كبيرة لأن الار بتتناسب رو إي ال على الإي، فالار عكس الإي، يبقى المقاومة هنا غير المقاومة هنا، ولكن التيار ثابت عشان دول توالي جنب بعض، فالنسبة 1:1. طيب حاجة كده بره الموضوع هشرحها، لو عرفت تفهمها ماشي، ما عرفتش تفهمها خلاص. لو طلب مني حساب المقاومة دي كام تقديريا، يعني هكون أكبر من ولا أقل من ولا يساوي رو إي ال على إي؟ والله بص، أول حاجة هحسب متوسط المساحة، ده أول حاجة. يعني إيه هحسب متوسط المساحة؟ يعني هنا مساحتها مثلا، مش مثلا، أهو افترض إنها مثلا يعني هنا مساحتها بيساوي 2 A، وهنا مساحتها بيساوي إيه؟ هو طبعا غلط، المفروض 4 لأن دي تربيع. ماشي، الناس اللي فاهمة تفهم لي قصدي. ال A بيساوي باي R تربيع أصدقائي، ماشي، واي ار تربيع، فالمفروض دي A بيساوي 4 A. طيب فهقول والله متوسط المساحة اللي مساحة افريج بيساوي مجموعهم على 2، مجموعهم اللي هو 4A موجب A على 2 هيطلع معايا 2.5 A. يبقى إذا الار بيساوي رو إي ال على 2.5 A. طيب ايه علاقة الرقم ده او المقدار ده بالمقدار الاساسي بتاعنا اللي هو رو اي ال على الاي؟ مين الاكبر، ده ولا ده؟ بص، كل ما المقام بيكبر المقدار بيصغر لان المقام عكسي. يعني المقام ده كبير، هنا مقام 2.5 وهنا مقام 1، يبقى المقدار ده اكبر من ده. يبقى الار من الاخر، الار بتاع الشكل ده عبارة عن ايه؟ الار بتاع الشكل ده عبارة عن دي، واللي هي بتساوي ده، وطبعا ده أقل من ده. يعني من الآخر المقاومة تصبح أقل من رو إي ال على الإيه. لو أنت حبيت تفهمها ماشي، ما حبيتش تفهمها السؤال ده خلص، يعني أصلا هو خلصان من بدري اللي هو 1. طيب هنا نفس النظام، المختلف هنا المقاومة دي أكبر مقاومة عشان أقل مساحة، دي بعد منها دي بعد منها. هو عاوز نسبة شدة التيار، احنا قلنا 1:1:1، التيار ثابت في التوالي. 8 إذا تضاعف كل من شدة التيار والمقاومة فإن القدرة، مخدناش القدرة بس الناس اللي عاوزة تعرفها، الباور بيساوي I تربيع R، أو بيساوي B تربيع على R، أو بيساوي I في ال V. دي قانون الباور يعني اللي هي القدرة، بس لسه مخدناهوش. 9 موصلان معدنيان A و B يمر بهما تيار I و2I على الترتيب، فإن النسبة بين عدد الإلكترونات المار خلال مقطع معين في الموصل خلال نفس الفترة الزمنية. وعاوز N على N، عاوزين نكتب القانون I بيساوي NE على T. المفروض إن احنا اتعودنا نحط الحاجة اللي احنا عايزينها لوحدها في طرف، يعني ال N بيساوي I T على ال E، نشيل الثوابت، ال E ثابتة وهو قال لي نفس الفترة الزمنية يعني ال T ثابت، إذا كده ال N طردي مع ال I، يعني NA على NB بيساوي IA على IB. IA بكام؟ ب1، IB ب2، يبقى 1 على الاتنين. ماشي تمام. السؤال اللي وراه
بيقول لي شحنتان كهربيتان واحد واتنين مقدارهما كيو اتنين كيو على الترتيب، تدور كل منهما على حدة في مسار دائري بتردد اف كيو واف. يبقى القانون بالنسبة لنا الاي بيساوي اف كيو بس. وهنعمل نسبة بقى، اي واحد على اي اتنين بيساوي اف واحد على اف اتنين في كيو واحد على كيو اتنين، لان ده طردي وده طردي. ماشي تمام كده. هيطلع معانا كام؟ سدس تقريبا سدس تمام. السؤال اللي وراه كفايه انا هزيت من الاحمر. السؤال اللي وراه بيقول لي انا عاوز اتجاه الالكترونات عكس التيار، واحنا عارفين التيار بيتحرك من الكبير للصغير، فالمفروض التيار هنا ماشي كده والتيار ماشي كده، لان ده جهده بصفر، فهو ماشي من موجب 30 للصفر من الكبير للصغير، وهنا ماشي من موجب 20 للصفر من الكبير للصغير، وهيمشي من الصفر للسالب 50 من الكبير للصغير. الازرق ده كله اتجاه تيار. طب اتجاه الالكترونات عكس منه، يعني الالكترونات ماشيه كده والالكترونات ماشيه كده والالكترونات ماشيه كده. هنشوف ألف بيقول لي من نقطة A للنقطة B، من A إلى B ده اتجاه الإلكترونات غلط، ده اتجاه تيار. باء من D إلى C، من D إلى C اتجاه الإلكترونات صح، خلاص ماشي. 12 بيقول لي أنا عايز النسبة بين التيار، مديني فرق جهد ومديني مقاومة، مديني فرق جهد ومديني مقاومة. هنا فرق الجهد بيساوي 25 والمقاومة بيساوي 10. ده 2 وده 2 وده 1 في 1 بيساوي 20، ار 1 بيساوي 5. نعمل بقى النسبة بينهم. هقول والله الاي بيساوي في على الار، يعني النسب اي واحد على اي اتنين بيساوي في واحد على في اتنين في ار اتنين على ار واحد. بس نعوض بقى أصدقائي وتطلع معايا تقريبا 8/5 أو 5/8، مش فاكر كنت طلعناها كام. نعدي السؤال اللي وراه. نركز، معلومة مهمة، الار بتتأثر بأربع عوامل فقط وانتوا عارفينهم طبعا، ملهاش علاقة بالاي أو الفي أو أي حاجة تانية. أربع عوامل اللي هي نوع المادة والحرارة والطول والمساحة. هنا السؤال بيقول لي موصل مقاومته 10 في تيار نص، لما أخلي نفس الموصل تياره واحد إيه اللي يحصل لمقاومته؟ هو مقاومته 10 وتياره بنص، لما أغير التيار مش هيحصل حاجة للمقاومة، يعني هتفضل زي ما هي. ركز، هتفضل زي ما هي، لأن المقاومة لا تعتمد على التيار ولا الجهد ولا أي حاجة تانية غير العوامل بتوعها بس. طيب 14 مديني هنا فرق جهد، خلي بالك هو عايز جهد نقطة، عايز جهد ايه؟ نقطة. طيب ممكن نحل السؤال ده في صفحة علشان مديني فرق الجهد بتاع واحد في واحد بيساوي 5 موجب 5 سالب 7، يعني موجب 5 سالب وافتح قوس سالب 7 يدينا 12. وفي 2 انا معرفهاش لان الاكس مش معروفة و22 بس اللي معايا. ومديني اي واحد على اي 2 بيساوي تلت. ومديني ار واحد ار واحد بيساوي 1.5 وار 2 بيساوي 1. هو عايز في اكس. طيب ركز بقى كده، هو المفروض ان انا اعمل نسبة في واحد على في 2 بيساوي اي واحد على اي 2 في ار واحد على ار 2، لان الفي بيساوي اصدقائي اي في ار. تمام. هعوض بقى، في واحد معايا بكام؟ ب12. قلم احمر، حاضر. في واحد ب12، محدش قال لي ايه بس يعني ماشي. على في 2 معرفهاش بيساوي اي واحد على اي 2 على بعضها بتلت طلعنا ايه، هو مديالي اصلا في ار واحد على ار 2 ار واحد بواحد ار واحد بواحد ونص على ار 2 بواحد. بعد الحسابات الناس طلعتها اصلا الفي 2 بيساوي 24 فولت. اوعى تروح تختارها في اختيارات 24 فولت لان مش ده اللي انا عايزه، انا عايز جهد نقطة. بس خلي بالك التيار ماشي من هنا لهنا، واحنا بنطرح المكان اللي جاي منه التيار ناقص المكان اللي رايح للتيار، يعني المفروض اقول 22 ناقص اكس بيساوي 24. بالحسابات هودي 22 هنا بإشارة مخالفة وشوية حسابات كده يطلع معايا فرق الجهد بسالب 2 مش ب2، جهد النقطة بسالب 2. تمام كده. طيب سؤال 15
هنترجم السؤال. بيقول لي يمر التيار الكهربي في دائرة كهربية تحتوي على سلكين من نفس المادة، يعني رو اي ثابتة، متصلين بحيث الرو اي ثابتة، ماشي، رو اي، بحيث يكون لهما نفس فرق الجهد، الفي ثابتة، ونسب الأطوال مديهالي، نسب أصف الأقطار مديهالي، عاوز الأي. والله معلومات بتقول إن الأي بيساوي في على الآر، يعني الأي بيساوي في على رو إي ال على الإي، لأن هو قال لي مديني الرو إي في الحوار والإل في الحوار، فلازم أفكها. ده المقام هيطلع بسط، يعني أقول في إيه على رو إي ال، وطبعا هشيل الثابت اللي هو الرو إي والفي، ومش مديني مساحة، مديني نصف قطر، المساحة بيساوي باي ار ايه، باي ار تربيع على ال، المساحة فكيتها باي ار تربيع، والباي كده كده ثابتة. يبقى النسب اللي انا هنحطها على اساس الاي، وادي ار تربيع وادي ال، طردي وعكسي طردي وعكسي. يبقى اقول والله اي واحد على اي اتنين بيساوي ار واحد تربيع على ار اتنين تربيع في ال واحد ال اتنين على ال واحد. ونعوض بقى، ما تنساش تربع والنبي، نعوض يا عم. يبقى ده 9/4، لأن ربعت دول في 4/3 يطلع 3/1. أظن كده فهمتوا. مش المسألة اللي وراها بس اللي مكان ليها، لا مكان المسائل اللي وراها. 16 إذا زاد طول سلك موصل إلى الضعف ونقصت مساحته للنص فإن مقاومته. والله الطول لما يزيد للضعف المقاومة تزيد للضعف، وما المساحة تقل للنص المقاومة تزيد برضك للضعف، ضعف وضعف يعني 4 أمثال. دي طريقة سريعة. في طريقة تانية وهو هنترجمها ازاي؟ هقول والله ال واحد بال، ال اتنين باتنين ال، هو قال لي كده زاد للضعف، والمساحة a واحد ب a اتنين ب a على الاتنين نص يعني، أو ممكن نخلي اتنين، ما هو بتاعت براحتك بقى، هي نسب عامة يعني، ممكن نخلي اتنين بواحد و a واحد باتنين، مش فارقة يعني، كده صح وكده صح. طيب هعمل بقى النسبة بين المقاومة، ار واحد على ار اتنين بيساوي نفس السلك مغيرناهوش، يبقى رو اي واحد، مش هنحط رو اي عامة، ال واحد على ال اتنين في اتنين على اي واحد. هنعوض ويطلع معايا ار واحد على ار اتنين بيساوي ربع. طبعا انا مش عايز ار، يعني مش عايز النسبة، ما تختارش الربع دي، انا مش عايز النسبة، انا عايز ار اتنين. هضرب طرفين في وسطين، يبقى 4 ار واحد بيساوي ار اتنين، ار اتنين بتساوي 4 من الار واحد، يعني كده ار اتنين 4 أضعاف ار واحد، يعني زادت ايه ل4 أمثالها. ماشي يا أصدقائي ولا ايه؟ في مشكلة؟ لو في مشكلة ممكن تسألني في الحصة بقى، عشان كده ايه منطولش وقت الفيديو على الناس والناس تزعل مننا. 17 عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحته للنص فإن المقاومة النوعية، انت عارف انها بتعتمد على نوع المادة والحرارة بس، فالمقاومة النوعية ملهاش علاقة بالطول والمساحة، يعني لا تتغير، رغم ان الرو اي بيساوي ار اي على ال، جاي من قانون اساسي، لكنها ما بتعتمدش عليهم. لسه كام معانا؟ لسه معانا وقت. تمام كده ولا لأ؟ تمام. 18 بيقول لي سلكان أحدهما من النحاس والآخر من الحديد، يعني رو اي مختلفة، لهما نفس المقاومة والطول، يعني الار ثابتة والال ثوابت، فإن النسبة بين نصفي القطر. طيب عاوزين الأول نحط قانون، الار بتساوي رو اي ال على الاي، يبقى الاي بتساوي، بنبدل المقام، بنبدل رو اي ال على الار. طيب نبدأ نشيل الثوابت، شيل يا باشا، شيل يا باشا الثوابت، الار ثابتة ال ثابتة، والاي اصلا مش محتاجين ايه، احنا محتاجين نصف قطر، الاي هتتفك بباي ار تربيع، ده بيساوي رو اي، ال والار هيشيلوا عشان ثوابت فهيطيروا في النسب، ويشيل الباي برضك عشان ثابتة. يبقى من الآخر كده ار تربيع واحد على ار تربيع اتنين بيساوي رو اي واحد على رو اي اتنين، عشان احنا محتاجين ار بس من غير تربيع، فبنضطر ناخد جذر الطرفين، يبقى هيطلع معانا تاني. ماشي تمام كده. نطلع معانا دال. السؤال 19 بيقول لي، يعني الفيديو طول قوي،
انا عايز رتب لي المقاومات. هنحسب هنا طبعا هما كلهم نفس الرو اي، يعني نفس النوع من نفس المادة نفس النوع. يبقى المفروض ان احنا هنحسب ال على الايه، يعني هنا واحد على الاتنين، هنا نص يعني واحد على الاتنين ماشي، وهنا واحد على واحد فيها الواحد. ده اتنين على واحد فيها الاتنين، هنا اتنين على اتنين فيها الواحد. يبقى أكبر مقاومة هو سي، أكبر واحد سي أهو. البي والدي بواحد متساويين أهو، والإيه ده بنص يعني أقل واحد أهو ماشي. سلكان من نفس المادة يبقى الرو إيه ثابتة. طول السلك الثاني ضعف طول السلك الأول، يعني الأول لو بإل يبقى التاني باتنين إل. ركز معايا. وقطره يساوي نصف قطر الأول. دي ترجمتها لك وقلت لك إنك هترسم دايرة ودايرة، وتقول إن قطر الثاني القطر كامل بتاع الثاني هو نص قطر الأول. القطر الثاني هو نصف قطر الأول، قطره تعود على الثاني يساوي نصف قطر الأول. ما ينفعش أقارن زي ما قلت لكم بين قطر ونصف قطر، لازم أن يكون الاتنين أقطار أو اتنين أنصاف أقطار. عشان كده خلي ده قطر وده قطر عن طريق إن أنا أزود هنا كمان إيه آر، يبقى ده كده كله قطر وده كده إيه قطر. لو جينا نقارن ما بينهم الاتنين هلاقي إن الأول آر واحد باتنين آر، ولاقي إن آر اتنين بآر. دي أهم حاجة في ترجمة السؤال. فإن النسبة بين مقاومة الثاني إلى الأول، خلي بالك يعني هو عايز R2 على R1. خلاص خلصت الحكاية. أهم حاجة بس الحتة اللي أنا ترجمت بيها حتة القطر ونصف القطر دي. يلا بقى هقول والله R1 على R2 على R1 بيساوي L2 على L1 في R2 R1 تربيع على R2 تربيع ماشي. ونعوض ان شاء الله وتطلع معاكم النسبة. نعوض بسرعة كده، الاتنين باتنين يطلع ان شاء الله 8 على 1 ماشي. تمام كده. السؤال اللي وراه سؤال 21. هو كده لو الناس مركزة في الحصة بتاع اللي انا شرحت فيها مستويات المسائل فدي مستوى 2. ما علينا. موصل منتظم مقطع طوله 20، مقاومته ده ال وده ار، وموصل آخر من نفس المادة رؤية ثابتة طوله ال2، مساحة مقطعه 3 أمثال الأول. يبقى لو الأول بيساوي A إذا الثاني يساوي 3A. فإن مقاومة الثاني حاضر. نعمل نسبة يبقى R1 على R2 بيساوي L1 على L2 في A2 على A1. وأظن هنعرف نعوض ونجيب R2. الناس اللي عوضت وجابتها 9 فصح إن شاء الله. تمام. السؤال اللي وراه سؤال 22. دي أفكار صحبة، هنترجم بقى وخلاص عشان أنا تعبت، أو ممكن أحل معاكم مش مشكلة فداكم. قضيب معدني اسطواني الشكل، مساحة مقطعه ده ال A، مقاومته ده ال R، تم سحب السلك. انتوا عارفين ان ال R بتتناسب مع A تربيع لما قلت تم سحبه بانتظام حتى أصبحت مساحته. يبقى ده مين؟ ده A في الحالة التانية وده A في الحالة الأولى. أنا عايز R تصبح كام؟ هقول والله R1 على R2 بيساوي 2 تربيع على A1 تربيع. خلصت الحكاية. أما أعوض وأجيب الناتج هضرب طرفين في وسطين، يعني R1 معانا ب22.5 على R2 معرفهاش بيساوي النسبة اللي هتطلع معانا إن شاء الله. متنساش تربع هيطلع معانا ب40. مطلعش ب40 بقى بسألني يعني عشان منضيعش فيديو كبير على الفاضي نقعد نشرح كتير بقى. 23 سحبة، يبقى انتوا عارفين أفكارنا، بانتظام حتى أصبح طوله ضعف طوله الأصلي. يعني لو قلت إن الأصلي ال1 بL يبقى طوله في الحالة التانية ب2L. فإن مقاومته تصبح كم الأصلية؟ يبقى ده ليفل 2 لو فاكرين. هو كده عايز R2 بيساوي كم R1؟ حاضر، R1 على R2 بتساوي L1 تربيع على L2 تربيع. حطينا تربيع عشان كلمة إيه؟ كلمة سحبة. هيطلع معايا R1 على R2 بيساوي L1 بواحد على L2 ب4 تربيع الاتنين ب4.
يبقى ار 2 بيساوي 4 ار 1 طرفين في وسطين. يبقى كده تزداد 4 أمثلة، 4 أمثلة. هو عايز ليفل 2، ده ليفل 1، ده ليفل 2. ماشي. المسألة اللي وراها مسألة ممكن تكون رخمة مع ناس كتير، عشان كده هنحلها كلها بتفصيلها. اللي هي ايه بقى؟ سؤال 24. يلا بينا. سحب، احنا عارفين طبعا الأفكار اللي هنشتغل عليها. سلك بانتظام فقل نصف قطره بنسبة 20%. يعني هقول ار 1 بار، ار 2 بار ناقص 20 على 100 ار. طبعا ده أنا قلتها لكم. اللي هي بيساوي 8/10 ار. هترجمتها لكم في الحصة ازاي نعرف نقولها، وأصلا قلتها في الفيديو الأولاني خالص، هي نزل ملخص الشرح. فإن مقاومة السلك الثاني تزداد بنسبة، يبقى ده ليفل 4. أنا عايز نسبة الزيادة. حاضر. هو كده كده عامة إن سحب، يبقى أنا عارف إن الار بتتناسب عكسي مع ار أس 4. ار أس 4 احنا قلنا كده، يبقى ار 1 على ار 2 بيساوي ار 2 أس 4 على ار 1 أس 4. بس كده خلصنا خلاص الحمد لله. ده كده ليفل 1. ماشي. هنحله بس الأول. يبقى كده ار 1 على ار 2 بيساوي ار 2 أس 4 اللي هي 8/10 أس 4 على 1 أس 4. وبعد كده أضرب طرفين في وسطين عشان أجيب ار 2 بيساوي كام؟ ار 1. ده ليفل 2. بعد كده ليفل 3 اللي هو دلتا ار بيساوي ار 2 ناقص ار 1، اللي هو الرقم ده هطرح منه 1 يعني الرقم ده. بعد كده ليفل 4 اللي هو الرقم اللي هيطلع هنا، الرقم اللي يطلع هنا هضربه في 100 هيديني النسبة 144% تقريبا. ماشي يا أصدقائي ولا لأ؟ ماشي كويس أوي. المسألة اللي وراها، المسألة اللي وراها نفس فكرة المسألة ديت، ولكن إنها هتتحل بالخطوات برضو، يعني هي كلها خطوات. أنا عايز بس ار 2 بكام؟ يعني هو هنا عاوز ليفل 2 بس، لكن نفس الفكرة. القطر هو نصف القطر، يعني دي ار 1 ودي ار 2. وهو قال لي تم سحبه، يبقى ار أس 4. ركز في الخطوات عشان انت ممكن تغلط وتختار ده أو ده أو ده أو ده، وده الصح عامة، بس انت ممكن تختار حاجة غلط عشان تسرحان أثناء الحل، مع انك ممكن تكون عارف الأفكار وعارف كل حاجة بس بتغلط بسبب حاجة عبيطة. فاحنا عندنا تم سحبه وده ار 2. هقول والله ار 1 على ار 2 بيساوي ار 2 أس 4 على ار 1 أس 4. ار 1 على ار 2 بتساوي، ركز معايا يا حبيبي، ركز معايا يا ماما، ركز معايا يا بنتي. ار 1 ار 2 أس 4 اللي هي دي، يعني دي أس 4 على إكس أس 4 على ار 1 أس 4 اللي هي دي أس 4. فاكرين الكسر الأصلي والكسر الفرعي والمقام الأصلي؟ فده مقام البسط ينزل إيه؟ مقام البسط ينزل مقام، يعني ايه؟ يعني اقول دي اس 4 على اكس اس 4 وادي دي اس 4 زي ما هي. ماشي. اشيل ده مع ده يطلع معايا 1 على اكس اس 4. يعني ار 1 على ار 2 بيساوي 1 على اكس اس 4. انا عايز ار 2 بيساوي كام؟ ار 1. يبقى طرفين في وسطين، يبقى ار 2 بيساوي ار 1 في اكس اس 4. اكس اس 4 ار 1. اتفقنا ولا لأ؟ اتفقنا يا أصدقائي. نمسح بقى عشان نخش على المسائل اللي وراها. المسألة اللي وراها بيقول لي، خلينا في قلم، أنا عاوز لون تاني، نسيت من الألوان دي كلها، خلينا في الأخضر شوية. لا الأخضر ده هي ميكو، هو أحمر وأزرق وأسود كويس أوي. طيب، سلكان من النحاس طوله وكتلته، مديني طول ومديني كتلة، وطول وكتلة، وعاوز النسبة بين المقاومة. طيب أنا عامة هعلمكم حاجة جديدة، وهي ازاي أدخل الار والام في نفس القانون. هستنتج عليكم تاني. الام بتساوي رو اي ال، والار بتساوي رو اي ال على الاي. طبعا هي هنا بيساوي رو فوليوم، لأن الفوليوم هو ايه في ال. ازاي ادخل علاقتين دول في بعض؟ انا قلت لكم بشوف حاجه واحطها لوحدها في طرف، يعني اقول ايه بيساوي ام على رو ال، وابدا اخد ده يا صديقي واحطه مكان الاي. يبقى اذا
يلا الخطوة الزرقاء كده، هقول ار بتساوي رو اي ال على، مش هحط الايه، هحط مكانها ايه، هحط مكانها ده اللي هو ام على رو ال، ده مقام المقام، يطلع بسط. يبقى اذا الار بتساوي رو اي في ال في رو في ال على ام. ال في ال بال تربيع، ال زائد ال باتنين ال، ال في ال بال تربيع. ركزوا عشان في ناس غلطت في دي. يبقى اقول ار بتساوي رو اي في رو في ال تربيع على ام. اهو ده القانون في طول وفي كتلة. طيب نفس الاكشن انا بقى عاوز ادخل يا اصدقائي الاي والام، مش ال والام، الاي والام. نفس الاكشن ماشي. كل اللي هعمله هحط ال هو اللي لوحده في طرف، هقول والله ال بتساوي ام على الرو ايه، وهعوض بيه في القانون ده. ماشي، هعوض بيه في القانون ده هنا كده. يبقى اقول والله اذا ار بتساوي رو اي، ما تحطش ال بقى، هنحط يا اصدقائي، هنحط قيمته دي، يعني ام على الرو ايه، نكمل على الايه ما جيناش ناحيتها، مقام البسط ينزل مقاما. يبقى اذا الار بتساوي رو اي في الام على الرو في الاي، وادي ايه كمان، يبقى ايه تربيع. ده القانون اللي احنا استنبطناه. نفس الاكشن ممكن ندخل الباقي في الحوار، طيب اللي هو الفوليوم يعني. المهم يعني ان القانون بتاع المسألة ديت ان الار بتساوي رو اي في رو في ال تربيع على ام. هنشيل دول عشان ثابتين، وهنعمل ار واحد على ار اتنين بيساوي ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع في ام اتنين على ام واحد. طيب سؤال 27 بيقول لي معايا كتلة ومعايا كتلة ومعايا مساحة، لا معايا طول وطول ونفس المادة، بس مفيش حاجة تاني خلاص. ماشي، يبقى نفس النظام برضك، هستخدم نفس القانون اللي فوق. هو عاوز النسبة، ما خدناش باور طبعا. السؤال اللي وراه بيقول لي ايهما اكبر مقاومة، يبقى انت هتحسب هنا رو اي ال على الاي، وهنا تحسب رو اي ال على الاي، وهنا رو اي ال على الاي، وهنا رو اي ال على الاي. بس المهم في حاجة ان ده ملي في 10 اس سالب 3 الاول، وده قطر كامل هخليه نصف قطر، وده 10 اس سالب 3 الاول. هتقول لي ما يا عم ما اتعود انك تحول. السؤال اللي وراه، معنا وقت. سلك مقاومته 10 متصل بجهد 20، فإذا وصل بمصدر جهد آخر 5 فإن مقاومته تصبح كام؟ احنا قلنا هل الجهد يأثر في المقاومة؟ يعني الجهد من 20 ل5، الجهد يأثر في المقاومة؟ لا مش هيأثر في المقاومة، يعني المقاومة ثابتة. السؤال اللي وراه 31، قربنا نخلص الحصة اهو. إذا زادت شدة التيار إلى الضعف فإن مقاومة، ما لا التيار مش هيأثر في المقاومة، تظل ثابتة. حفظنا الحتة دي، لأن المقاومة لا تعتمد على التيار، كانت في الحصة اللي قبل كده. إذا زاد طول سلك من النحاس إلى الضعف ونقصت مساحته للنصف فإن مقاومته تزداد لأربعة أمثالها، وجه سؤال زيه قبل كده حليناه بالحب وحليناه بخطوات. 33 سلك مقاومته R إذا زاد طوله بمقدار الضعف، يبقى L1 بL و L2 بL موجب 2L. قلنا بمقدار، زاد زائد بمقدار بزود على الأصلي، يعني أقول L2 ب3L، خلي بالك. وقل قطره إلى النصف. طب نحل السؤال ده بتفاصيله كده عشان الناس المحترمة اللي حابة تفهمه. ماشي، احنا طبعا ترجمناه وقلنا L1 بL، L2 بL موجب 2L اللي هو بيساوي 3L، يعني L2 ب3L. وقل قطره إلى النصف، يعني لو قلنا R1 بR، R2 بنص R، قل إلى على طول، ما قلش بمقدار يعني. فأنا إن مقاومته تصبح، يبقى هو عاوز ليفل 2 في الحل، اللي أنا هجيب النسبة بينهم الأول وبعد كده أطرحهم من أضرب طرفين في وسطين. حاضر، أقول R1 على R2 بتساوي L1 على L2 في
R2 أس 2 على R1 أس 2. طبعا احنا ما عملناش تربيع ليه هنا في ال لأن ما قالش صحبة. R1 على R2 بتساوي L1 على L2. L1 بكام؟ L1 بواحد، L2 بتلاتة، R2 على R1. R2 تربيع بربع، يعني نص تربيع الآلة حاسبة بربع على واحد، يطلع معايا في الآخر R1 على R2 بيساوي واحد على 12. واحد تاب أهو. كل ده مرة واحدة، والله الفيديوهات دي كلها مرة واحدة. أظن الناس يعني مقدرة إنها ممكن تذاكر. طرفين في وسطين، يبقى R2 بيساوي 12 R1. R2 بكام؟ ب12 R1. تمام يا أصدقائي، لطيف لطيف لطيف. يلا بينا نخش على السؤال. يلا يلا، خليك محترم كده. أيوه. نخش على السؤال اللي وراه. بيقول لي هات قلم أحمر بقى، أنا نسيت من الأزرق. الجدول التالي يوضح طول وقطر ومقاومة 4 موصلات، أي منها يكون أكبر توصيلية اللي هي سيجما. والله المفروض أعرف إن الآر بتساوي رو إي ال على الإيه، يبقى الرو إي بيساوي آر إي على ال. وأنت عارف إن السيجما بتساوي واحد على الرو إي، يعني مقلوب ده، يعني مقلوب ده، يعني ال على آر إي. يبقى ده القانون من الآخر، إن السيجما بيساوي ال على ار اي. ده أنا هعوض فيه إن شاء الله مع بعض عشان أوصل لأكبر توصيلية. طيب كده فهمنا جت منين؟ نمسح بقى. يا رب يا معين، الدنيا حر والدنيا زي الزفت يعني. كل حاجة متعبة، كل حاجة متعبة. يبقى كده أصدقائي السيجما بتساوي ال على ار اي. ال في اكس باتنين على ار بتاع اكس ب20، في الاي بتاعتها مديني القطر، هخليها نص قطر وملي، يبقى 2/20 في باي ار تربيع، نص الواحد بنص، في 10⁻³ عشان ملي الكل طبعا تربيع، اللي هي باي ار تربيع أصدقائي عشان الناس اللي مش فاهمة. هنطلع ناتج. الناتج ده هو قيمة السيجما بتاع اكس. هتحسب السيجما بتاع واي والسيجما بتاع زد والسيجما بتاع كي. في ناس قالت لي انها طلعت دي اكبر حاجة، هصدقها. ماشي. هنا متوازي مستطيلات بيكون ليه تلات مقاومات، تلات مقاومات مختلفة، لأن الوجه اللي بيدخل منه التيار هو ده المساحة. ماشي. والطول اللي بيمر عليه التيار ده الطول بتاع المقاومة. يعني المقاومة أو التيار لو دخل من الوجه إكس، يبقى ده المساحة بتاعتنا بتاع بتاع الإيه، وده الطول. هنا كده المساحة الطول في العرض. الطول في ايه؟ في العرض. يبقى هنا المساحة 2 اكس في 2 اكس يدينا كام؟ 2. وهنا مساحة الوجه ده بكام؟ مساحة الوجه ده الطول في العرض. 2 في 3 في 2 بكام؟ ب6. انا بحسب مساحات الأوجه عشان الناس اللي مش مركزة. طب مساحة الوجه ده، مساحة الوجه ده الطول في العرض ايا كان بقى. الطول هنا بكام؟ بإكس واحدة. اكس في 3 يدينا كام؟ يدينا 3. يبقى انا عندي كده 3 مساحات. عندنا كام مساحة يا أصدقائي؟ 3 مساحات. أول مساحة 2، تاني مساحة 6، تالت مساحة 3. احنا عاوزين أكبر مقاومة يبقى أقل مساحة اللي هو 2، والطول بتاعه لأنه هيخش من هنا وهيخرج من هنا، يبقى ده المساحة وده الطول. طول ب3 ومساحة ب2، يبقى الوجهين كيو هو أكبر مقاومة. لو عايز أقل مقاومة يبقى الاختيار هيكون إيه بالظبط؟ أقل مقاومة يبقى أكبر مساحة اللي هو كانت 6 في أقل طول اللي هو 1. ماشي. 36. ويقول لي موصل مقاومته R زاد طوله إلى الضعف، يبقى L1 بL، L2 ب2 L، وأقل قطره إلى النصف، R1 بR، R2 بنص R، فإن مقاومته تزداد بمقدار، ده ليفل 3. هقول والله R1 على R2 بيساوي L1 على L2 في R2 تربيع على R1 تربيع. ماشي.
نكمل. يبقى كده نعوض R1 على R2 بتساوي L1 على L2، L1 بواحد على L2 باتنين، في R2 على R1. طبعا ما تنساش التربيع يا صديقي عشان بتطلع غلط، يعني ربع على واحد هيطلع طن. يبقى R1 على R2 بيساوي طن. يبقى طرفين في وسطين، ده ليفل 2 بقى، ده كده ليفل 1. ليفل 2 طرفين في وسطين، يبقى R2 بيساوي 8 R1. طيب ليفل 3 دلتا R بيساوي R2 ناقص R1، 8 ناقص 1 يدينا 7 R1. الناس اللي حلتها 8 غلطانة، علشان عملتها على طول كده، نسيت ان هو عاوز اصلا ليفل 3. والناس اللي عملتها 4 نسيت تربع الار، نسيت تربع نصف القطر. فخلي بالك النسب ما بتبقاش صعبة غير في انك بتتوه في اللي هو عايزه، او بتتوه في ترجمة السؤال، او بتنسى تعوض حاجة في خطوة غلط، او تعوض حاجة مكان حاجة. المقاومة النوعية 37. المقاومة النوعية الموصل لا تعتمد على لا ده ولا ده ولا ده، ماشي، لا شيء ما سبق. بزيادة الطول فإن التوصيلية زي المقاومة النوعية لا تتأثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع بعض الحصة رقم 3. باي.